بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله نشرح النهاردة طريقة تركيب البانوهات. انكم شايفين كده، ده الجنب اللي هنلزق عليه، وده الجنب التاني. احنا خدنا المقاسات بتاعتنا نفس الطريقة كده، وخدنا علاماتنا، وهنبدأ نقطع بقى. دي البانوهات اللي هشتغل عليها إن شاء الله. احنا جايبين الكبير والصغير عشان نعمل واحد كبير والصغير جنبه في النص إن شاء الله. وده المعجون اللي هنلزق بيه والسيليكون. هنقطع بقى الفيتك بطريقة متساوية الأول عشان نسويه، ونقطع بقى القطعية بتاعتنا. خدنا مقاسنا بقى ونبدأ نقطع زي ما حضرتك شايفين كده، زي 45. نفس الطريقة كده. الجنب التاني. بنبدأ نحط المعجون اللي حضرتك شايفين كده على الفيوتك نفس الطريقة كده. لو عايز تشتغل بالسيليكون عادي، بس المعجون ده برضو كويس. نبدأ بقى نثبتها على الحيطة زي ما انتم شايفين كده. نحاول نقفلها على اختها كده، بحيث برضو تقفل وتبقى كويسة زي ما انتم شايفين كده. نفس الطريقة كده. نمسح بقى الزيادات، حتى لو في فاصل بسيط كده ممكن يتملي بمعجونة ممتاز، عشان المعجونة الممتاز ما بتتخسش يعني. ممكن بعد ما تلزقها تثبتها بمسمارين او مسمارين كده لحد ما تنشف، ونشيل مسامير برضو زيادة امان يعني. نبدأ بقى نشيل الزيادات زي ما انتم شايفين كده، اي زيادة في المعجون. وبعدين بقى نجيب قماشة مبلولة مية، ونبدأ بقى نمسحها كويس كده وننضفها كويس. يطلع بالشكل ده كده. طبعا اللحام على اللحام اهوت، القطعة مظبوطة. طبعا لو عايز تثبته بمسمار او اتنين كده لحد ما ينشف وتبقى تشيل مسامير، انتم شايفين كده اهو. كده يبقى واقف على طريقة المعجون والصنفرة والمراحل الطبيعية بتاعت الدهان. لسه هنركب بانوه 2 سم كده في النص عشان يكمل الرسمة بتاعتنا. احنا خدنا مقاس المسافة الصغيرة اللي احنا شايفين كده، وعلمنا عليه، شدنا بالاستك كده بالزهرة او بالاكسيد عشان يعلم العلامة بتاعتنا، عشان نلزق البانوس الصغير. هنبدأ بقى نسويه زي ما حضرتك شايفين كده، وبعد كده نقطعه بزاوية. نقطعه بزاوية من ناحيتين. هنبدأ نحط السيليكون بقى. احنا ثبتنا البانوس الصغير ده بالسيليكون.
هنبدأ بقى نلزقه على العلامة بتاعته نفس الطريقة كده. طبعا البانيول واقف هيكمل الرسمة معانا. انتوا شايفين كده البانيول بيكمل مع بعض كده، برضه نشيل الزيادات وننضفه كده نفس الشكل كده. طبعا برضو زي ما قلنا لو في فاصل ممكن يتمعجن بمعجونة ممتاز هيظبط معانا. ده شكل البانيو بعد ما خلص. وده البانيو التاني. طبعا بتختار الشكل اللي انت عايزه بتعمله. كده بقى واقف على المراحل الطبيعية بتاعة الشغل. نهارك شايفين كده بنبدأ نحبك عليه بقى معجون. دي أول مرحلة. نبدأ نحبك عليه كله معجون كده ويبقى كده واقف معانا على الصنفرة نفس الطريقة كده. بعد الصنفرة بقى، بعد طلعة المعجون والصنفرة من المراحل الطبيعية بتاعة الدهان بقى البطانة والتشطيب وكده بيطلع بالشكل ده كده في الآخر. طبعا عايز تسيبه سادة كده براحتك، عايز تعمل فيه أي رسمة من جوه قطيفة أو تلزق فيه ورق حائط زي ما تحب يعني. احنا قلنا نوريكم طريقة اللزق وطريقة التقطيع ونسهل لكم الموضوع كده بحيث لو حد عايز يعمله او كده. طبعا البنوهات اشكال يعني ممكن ترسم الرسمة اللي تحبها. مثلا دي رسمة برضو مختلفة، هيبقى الشاشة في النص. طبعا انت بقى بترسم الشغل اللي انت عايزه يعني. متنساش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة. كان معكم حسام القصاص من قناة ادهم بيتك بنفسك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.